بعض المعلقين وكذلك المحللين يدعمون ديمبلي، يدعمون طبعا يعني اللعيبه اللي طبعا تم ترشيحهم لافضل لاعب في العالم. نرجع ونقول طبعا نحن ندعم اشرف حكيمي. اذا انت يا المعلق تدعم ديمبلي هذه حريه شخصيه منك، اذا انت يا المحلل تدعم ديمبلي هذه حريه شخصيه منك، حريه شخصيه منك. لا تستنقص من اشرف حكيمي، واحترم الشارع المغربي او الشارع العربي اللي يدعم اشرف حكيمي لهذه الجائزه. تقول لك يا اخي احنا مع ديمبلي، نحن مع لامين مال مثلا، هذه مشكلتك، ولكن لا تفرض او تملي للناس ان ديمبلي هو افضل لاعب في العالم، مش على كيفك. لا، هذه حريه شخصيه، انت كمعلق رشح اللي تبغيه، رشح اللاعب اللي في بالك، كرها لاشرف، كرها لاي شيء، ما عندي مشكله، بس لا تستنقص من حب الجماهير المغربيه لاشرف حكيمي. هذه حريه شخصيه لهم، انا ادعم اشرف حكيمي، واعتقد كذلك حتى المشجع الخليجي والعربي يدعم اشرف حكيمي. الردود كثيرة والتغريدات كثيرة في السوشيال ميديا والفيديوهات كثيرة، بس لا تستنقص وتملي على الناس أن ديمبلي أفضل لاعب. يا المعلق يا المحلل، لا، أنت المعلق تتكلم عن سير المباراة، أنت كمحلل كذلك تتكلم عن الأمور الفنية والإدارية في الاستديوهات التحليلية. أما تتكلم عن أشرف حكيمي يستحق أو ما يستحق، لا، مش من حقك، وهذا أمر مرفوض بصراحة. كل الدعم لأشرف حكيمي في هذه الجائزة، وتكون إن شاء الله من نصيبه، رغم طبعا كذلك يعني بعض الجهات لا تريد يعني أشرف حكيمي. تصريح المغربي أشرف حكيمي الذي أثار الكثير من الجدل بحديث عن أحقيته بالكرة الذهبية، كيف تفسر هذه الخطوة التي قام بها قبل مباراة هامة في السوبر الأوروبي، وما هو تأثيرها على علاقته بالفريق أيضا بالدرجة الأولى؟ تحياتي لك ابتسام. بالتأكيد أنه تصريح أشرف حكيمي يمكن الوقت ما كان غير مناسب، ولكن كتصريح أنا بوجهة نظري أرى تصريح منطقي جدا، خصوصا أنه هو يلعب في مركز خط الدفاع، وبالتالي دائما هذه الجائزة تعود أن يحصل عليها لاعبين في خط المقدمة وفي خط الهجوم. ولكن عندما ننظر إلى ما قدم أشرف حكيمي مع باريس سان جيرمان سنجد بأنه أحد أفضل 3 لاعبين في هذا الفريق في الموسم المنصرم. وصل لنهائي تشامبيونز ليج وحقق البطولة الأولى في تاريخ النادي، وهو أيضا يعتبر من ضمن قادة الفريق الرئيسيين. نتحدث عن أدوار عدة يتخذها أشرف حكيمي مع باريس سان جيرمان، عندما نتحدث عن دور قيادي، عن دور دفاعي، عن مساندة هجومية، عن أدوار تكتيكية. يعني أشرف حكيمي قدم ما لا يستطيع أي مدافع يقدمه خلال يمكن آخر 10 سنوات. عندما نتحدث عن أكثر من 25 مساهمة تهديفية، هذا لا نجد أي مدافع في موسم واحد يحقق أكثر من 25 مساهمة تهديفية، بل هناك أيضا مهاجمين ومن طراز رفيع جدا لا يحققون هذه المساهمات. وبالتالي أنا من وجهة نظري أرى بأن أشرف حكيمي يستحق هذه الجائزة كدور قيادي، كلعب جماعي، كأداء فردي، كمساهمة تهديفية، وأيضا كروح رياضية على أرض الملعب. أشرف حكيمي قدم كل ما في وسعه طوال هذا الموسم. وفي جزئية أخيرة وبسيطة وملخص سريع، عندما نشاهد موسم أشرف حكيمي منذ بدايته، نتحدث من الموسم الماضي من أوغست أو تقريبا سبتمبر 2024 لحد تقريبا ماي أو جون 2025، هو يقدم استمرارية بالعطاء، بينما ديمبلي بدأ تألقه منذ بعد ديسمبر 2024. عندما ناخذ كإجمالي نرى أن أشرف حكيمي يستحق هذه الجائزة. طيب، نتحدث عن حكيم اللي تقريبا من بداية الموسم واللاعب يؤدي بنفس الأداء بنفس المستوى، يسجل أهداف. تكلم على مدافع ظهير أيمن لعب 63 مباراة، عمل 13 أسيست وسجل 15 هدف. هذا ليس بوسط ملعب وليس بصانع ألعاب وليس بمهاجم، هو ظهير أيمن، وحاتم كان ظهير أيمن. ثاني شيء، عندك أول مدافع في التاريخ يسجل في ربع نهائي دوري الأبطال، يسجل في نصف نهائي دوري الأبطال، ويسجل في نهائي دوري الأبطال، ولا مدافع سجل أهداف. ثالث شيء، تألق الكبير في كأس العالم للأندية، كذلك الاستمرارية في التألق في هذا الأداء، ولاعب اللي دائما أكثر لاعب يركض، لأنه دائما المسافة ديال الظهير الأيمن
من الدفاع للهجوم تقريبا 80 متر أو 90 متر، يركض ثم يدافع، يهاجم ثم يدافع. أن هناك بعض الأحيان دائما المهاجمين يكون هم المحط الانتباه والضوء، لكن لا ينسوا المدافعين. أحيانا لما يكون عندك مدافع أول شيء يصبح كجناح، ثم يصبح كصانع ألعاب، ثم يصبح كمهاجم يسجل الأهداف. نعم صحيح. وأنا في اعتقادي من خلال هذه الإحصائيات وهذه الأرقام، أنا في اعتقادي أفضل بالنسبة لي يكون من أحد أكبر المرشحين للفوز بالكرة الذهبية. نعم. ويجب كما قلت إعطاء حقه، لأنه لاعب أدى أفضل موسم بالنسبة له في التاريخ. واعتقادي وهذا من دون أدنى شك، احنا نتفق أنه حاليا أفضل ظهير موجود في العالم، لكن كذلك ممكن يتوج كذلك بكرة ذهبية.